سلام. كنا كنكونوا تالفين في هذه الحياة وكنقلبوا على الحاجة اللي كنبغيو واللي في اغلب الاحيان ما كنعرفوها حتى كيفوت الفوت. وانا في صراحة تقولبش ولكن عمره غادي يفوت الفوت. وعلى هذا هذا الفيديو باش ما نطيحوش في نفس الغلط. وهذا الغلط هو ما تعرف شنو هو الشغف ديالك والحاجة اللي باغي تكمل عليها حياتك. وانت كتقرا في الليسي ولا الجامعة في اغلب الاحيان غادي تكون خديتي التوجيه الغلط في الدراسة ديالك، وهذا القرار مهم بزاف في حياة ديال كل تلميذ ولا طالب. ولكن للاسف هذه النقطة قليل اللي عرف بحقها، وحتى انا بنفسي كنت ما عطيهاش القيمه وكنت جاهل بها. خاصك تعرف بلي الحاجه اللي كنتي كتبغيها فراك اوتوماتيكمون كترتاح فيها، وحتى الا قضيتي فيها السوايع غادي يجيوك في حال دقائق ولا ثواني وما غاديش تمل منها. بالعكس حتى هو صحيح، الا قريتي شي حاجه ماشي ديالك فراك غادي تكره القرايه وغتخدم شي حاجه اللي ما كتعجبكش من الاساس وغتكره الخدمه وما يجي منه. كاين واحد المثل اللي بالانجليزي اللي تيقول if you do what you love you will never work a day in your life، واللي كيعني انك الا درتي الحاجه اللي كتبغي فلن تضطر الى العمل يوما في حياتك. وعلاش هادشي؟ الحاجه اللي كنتي كتبغيها فغادي تقدر تعاودها يوميا وبالساعات. فكتلقى حلاق عنده الهوايه ديال الحلاقه ما عندوش الاشكال انه يمشي مع الثمانية للحانوت ديالو ويقابل الكليان ويحسن لهم نهار كامل. وكتلقى طبيب كيبغي المهنه ديالو سهر الليل كامل باش يعالج المرضى. فالفكره هي خاصك تكون كتبغي داكشي اللي كديره، لانك غادي تضطر ديرو حياتك كامل. والا فات عليك الدرهم في حالي فما تخافش فراه كاين الحل. خاصك تعرف بلي 80% من الطلبه المتخرجين في امريكا ما تيخدموش في داكشي اللي قراو. فماشي غير حنا اللي تقولبنا، كون هاني واخا نكونوا قرينا شي حاجه ما عجبناش راه مازال ما فات الفوت باش نخدموا في داكشي اللي عاجبنا. اغلبيه منا تيقرا شي تخصص غير على قبل والديه، وهذا اكبر غلط تقدر ديرو في حياتك كامل. فوالديك ما غاديش يخدموا في داكشي، انت اللي غادي تخدم حياتك كامله في داك التخصص. فرضات الوالدين ماشي هي تحكموا لك والديك في حياتك. حياتك خاصك تحكم فيها انت بوحدك. الحاجه الاولى هي كيفاش نلقى الشغف ديالي. هاد المرحله ما سهلاش ولكن في نفس الوقت ما صعيباش. خاصك تجرب بزاف ديال الحاجات في هاد المرحله، قرا كتوبه ولا تبع دورات اللي كتكون مجانيه في اليوتيوب ولا محاضرات. المهم خاصك دير داكشي اللي باغي نتايا. وملي كنقول لك خاصنا نتبعوا داكشي اللي كنبغيو ما كنعنيش انك خاصك تبقى ناعس وتفرج والراحه والسياحه، لا ماشي هادشي بتاتا. خاصك تعرف انت شنو باغي في هاد الحياه، شنو هما الاهداف ديالك، وخاصك تخلص من العقليه ديال الضحيه. البلاد ما عطاتناش، والدي ما قراونيش داكشي اللي بغيت، شي نظام تعليمي فاشل، حكومه فاسده وما الى ذلك من اعذار اللي ما عندها ما تنفعك في حتى حاجه. في الحقيقه متفق معك في هادشي كله، ولكن حيد هادشي كله من راسك وركز على حاجه واحده، وهي كيفاش تطور من راسك نهار على نهار. وبلاص ما تبقى تجبد وتذكر المشاكل، تعلم كيفاش تحل المشاكل وتخرج راسك منه. واغلب الرواد الاعمال اللي كاينين في هذا الزمن تعلموا هذه المهاره وهي اللي جعلتهم اغنياء. مثلا جيف بيزوس هو ثالث اغنى رجل في العالم. شنو كان كيدير في الاول؟ كان كيبيع البيتزا ملي كان صغير، وحتى هو في حالي وفي حالك قرا وتقاتل باش يتخرج من الجامعه، وديك الساعه ما كانش عنده الفلوس. فكيفاش غادي يجيب هاد الفلوس؟ فلقى واحد المشكله اللي هي ان الناس كتلقى واحد الصعوبه في التسوق. فانشا واحد الموقع الكتروني باش يحل هذه المشكله اللي سماها امازون. واللي دابا كبير وصغير فينا كيعرف امازون. ثاني مثال اللي هو جاك ما كان عنده والو، زيرو درهم، لدرجه انه ما قدرش يكمل القرايه ديالو فخرج يخدم في بزاف ديال الخدمات. وحتى هو كان كيحس انه افشل انسان على هذه الكره الارضيه كامل، حيت كاع الخدامين ما كانوش يقبلوه. ولكن دابا حتى هو من اغنياء العالم. الحاجه الثانيه هي ما تبقاش متبع القطيع. فالا تبعتي القطيع غتلقى بزاف ديال المشاكل باش تحقق الشغف ديالك وتخدم في الحاجه اللي عاجبك. واول مشكل غادي تلقاه هو الزحام. نقولوا مثلا انت الحلم ديالك هو تخدم في شي بنك، فرا بزاف عندهم نفس الحلم ديالك، وغادي تصعب عليك القضيه حيت خاصك تكون متميز على دوك اللي عندهم نفس الهدف ديالك. ولكن الا كنتي باغي تدخل في منافسه مع الاخرين وتبع القطيع فما عليك الا تكون كتعرف تستغل الفرص. فهناك فرص التي تصنع وهناك فرص التي تاتيك بدون حساب، ولكن عليك ان تستغل كلتاهما. وباش تفهم اكثر، فالفرص اللي كتصنع مثلا هاد القناه اللي كتفرج فيها دابا فراه هي فرصه صنعتها بنفسي، ماشي جا شي واحد وعطاها ليا. ولا هاد الفيديو حتى هو صنعته بنفسي، ما جا شي واحد ودارو بلاصتي. والفرص الاخرى اللي كيعطيوها لك الناس والشركات والاشخاص. مثلا كنت دفعت السي في ديالي لماكدونالد، هما عيطوا ليا باش نخدم. هنا خاصني نستغل هاد الفرصه اللي عطاوها لي ونكون واجد ليها، الا غتضيع مني وغياخذها مني شخص اخر اللي عنده نفس الهدف. المهم باختصار، فالا كنتي غتدخل في الزحام خاصك تكون متميز وكتعرف تستغل الفرص. والا بغيتي تكون متميز خاصك تعرف نقاط الضعف والقوه اللي عندك. مثلا انت باغي دير الهندسه ضروري خاص يكون عندك معلومات والحسابات. مثلا الطب خاصك تكون حفايدي وما كتنسى والو. التعليم خاص يكون عندك الخاطر وما كتعصبش دغيا. تقدر تكون عندك الموهبه ولكن راه ما كافياش، ضروري تطور من راسك نهار على نهار في اي مجال اللي بغيتي تخدم فيه. فهادشي كامل ما عندوش شي قاعده ثابته، فكل شخص عنده الميول ديالو. ودابا غادي ندوزو للحاجه الثالثه والاخيره واللي هي العادات. فالعادات اللي كديرها في حياتك ولا في نهارك هي المسؤوله، يا اما غادي تطلع الفوق يا اما غادي تنزل لتحت. فالا كانت العادات ديالك خايبه فحتى انت غادي تكون خايب، وإلا كانت العادات ديالك زوينه فحتى انت كذلك. وإلا كنتي حتى انت في حالي عندك بزاف ديال العادات اللي خايبه فما تقلقش، راه يمكن لينا نبدلو هذا الشيء هذا.
ولكن كيفاش؟ هادشي كيتم باستبدال العادات السيئة بعادات جيدة، وهاد العمليات تقدر تاخد بزاف ديال الوقت، ايام، شهور ولا اعوام، على حسب تعلق الشخص بهاد العادة. وباش نبسطوا الامور، فلا بغيتي تحيد عادة خايبة خاصك تعوضها بعادة جيدة. مثلا التدخين عادة سيئة، الكذب حتى هو، الخمر، الكسل، السمنة. فرحيتنا كاملة عبارة عن عادات، من كنفيقو حتى كناس. فما عليك الا مال الفراغ اللي غادي تخلي ديك العادة السيئة من غادي تحيدها واحد العادة اللي جيدة. فمثلا بالنسبه ليا انا كتنفيق كنشد التليفون قبل اي حاجه، قبل ما نفطر، قبل ما ندوز، قبل ما ندير اي حاجه كنشد التليفون، وهذه عاده سيئه كتضيع لي الوقت والجهد. فحاولت نبدلها، وهادشي ما جاش في نهار واحد. فوليت مني كنفيق كنمشي ندوز اوتوماتيكمون نطيب من ناكل، وهكذا قدرت تحيد جزء كبير من هذه العاده السيئه. فما عليك الا ان تؤمن بانك قادر على تغيير عاداتك وعيوبك وتحسينها للافضل، وهكذا غادي تولي حياتك افضل. وبالنسبه للناس اللي كيعشقوا قراءه الكتب، فننصحكم تقراو كتاب قوه العاده، فهو كتاب غادي يعاونكم بزاف باش تفهموا العادات ديالكم وكيفاش تغيروا. وفي الاخير، اذا كنت تفكر تفكير خوف، حوله لتفكير امل، واحسن ظنك بالله، وكن متاكد لو ان الجميع خيبوا امالك فان الله لا يفعل. ثق به واعمل في هذه الدنيا من اجله، وكن على يقين ان رزقك سياتي، والعسر سيتحول الى يسر. فاللهم يسر امورنا واحسن بنا في دنيانا. وهنا غنكون سالينا الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. فاشترك في القناه باش يوصلك كل جديد، وما تنساش ديما خليك على بال. تهلا.